أدلة أثرية بين بقايا مدينة كبيرة وبعض قطع الحجارة التي تدل على أزمان بعيدة، أدلة علها تكون شاهدا على تاريخ حضارة حاول المحتل طمس هويتها وتدمير تاريخها ونفي صورتها من الذاكرة. الفلسطيني وليد العقاد جعل من منزله متحفا يختزل حقبا تاريخية مرت بها هذه المنطقة. العقاد بدأ رحلة جمع الآثار منذ 30 عاما. قمت بتأسيس هذا المتحف في ظل الاحتلال قبل 35 عاما. هذا طبعا العمل، بعتبر هذا العمل واجب وطني وأقل ما يقدمه فلسطيني لشعبه ولوطنه. كان العمل سرا بالنسبة لجمع هذه المقتنيات. كنت دائما أقوم بجمع هذه المقتنيات بعد دخول الجرافات الإسرائيلية والدبابات الإسرائيلية في بعض المناطق الأثرية وخاصة المناطق الحدودية. كنت دائما أقوم بجمع هذه المقتنيات التي تم تدميرها من وراء الاحتلال وإنقاذها ووضعها في هذا المتحف للمحافظة عليها حتى تكون شاهدا لهذه الحضارة العريقة. ما تركه أجداد الفلسطينيين من أشياء وأدوات ومواد خام لمواجهة متطلبات الحياة من معيشة ومسكن وغير ذلك بقيت أثرا شاهدا على تجربتهم ومؤرخا لتلك العصور. لن تحتاج لآلة زمن تعود بها إلى ما قبل التاريخ، فأعمدة الرخام وتيجانها التي كانت تقوم عليها قصور تلك الحضارات والعملات النقدية وشواهد القبور والأسلحة القديمة وغيرها من المقتنيات التراثية والحضارية تجدها ماثلة أمام عينيك في هذا المكان. متحف فلسطيني بامتياز يشكل بانوراما مكانية وزمنية، وهو محاولة لرسم صورة فلسطين الحقيقية ورواياتها في الإرث الإنساني، وهو كذلك منبر تنموي لتعزيز الثقافة الفلسطينية بأبعادها وتنوعها وثرائها.